جولة جديدة على أبرز اهتمامات الصحف الخليجية الصادرة اليوم، فأهلا بكم. نبدأ من صحيفة الشارق السعودية وكلام رئيس هيئة الأمر بالمعروف عبد اللطيف آل الشيخ، الذي أوضح فيه: ليس من اختصاصنا إغلاق المحلات التجارية في يوم الحب. صحيفة الاقتصادية تصدرت صفحتها اليوم صورة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء ترأسه جلسة لمجلس الوزراء أمس، وإلى جانبه النائب الثاني للرئيس الأمير مقرن. موضوع آخر تحدثت فيه الصحيفة مشاهدين إلى مصادر مطلعة، وهو الصلاحيات الواسعة التي منحت للقضاة من قبل وزارة العدل، ما اعتبر خطوة نوعية. هذه الصلاحيات ستسمح للقضاة بكشف الحسابات المصرفية وسحب أرصدة المماطلين. المصدر عينه أوضح للاقتصادية أيضا أنه وفقا للائحة الجديدة بات يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاك المماطلين أيضا في حال رفض السداد. نلقي نظرة على عدد المدينة الذي تضمن خبر رفض الداعية الشيخ عائض القرني جائزة نوبل للسلام. نبأ آخر نقرأه في المدينة، وهو عن مواطن من مكة يرفض بيع خروفه ب400,000 ريال. المنافسة على هذا الخروف من نوع الحري في أحد المزادات وصلت بالفعل إلى 410,000 ريال، إلى أن صاحبه رفض بيعه وأهداه إلى أحد أشقائه الذي وعده بأن يحافظ على سلالة هذا الفحل الذي تميز شقيقه بتربيتها. من السعودية مشاهدينا إلى الكويت، حيث الرأي ذكرت في عددها أن رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أقر بفشل تنسيق بين مكونات المعارضة. وقال السعدون إن الأطراف الساعية لضرب الحراك بدأت تتكشف، والنائب مسلم البراك قال إن تجمع نهج خرج من الغالبية. ونائب رئيس مجلس الأمة السابق عبد الله الرومي أعلن أن كتلة العمل الوطني لن تشارك في الائتلاف إلا من خلال وثيقة إنقاذ وطن. صحيفة عالم اليوم من جهتها اهتمت بالشأن الداخلي أيضا، وتناولت محاكمة النائب مسلم البراك، وتصدر صفحتها: المحكمة أرجأت دعوى أمن الدولة ضد البراك إلى 11 المقبل لاستدعاء واستجواب اللواء العصفور، وتجاهلت طلب استدعاء رئيس الوزراء والنائب السابق وليد الجري قال للجنايات محاكمة البراك سياسية، وتساءل: هل تتوقعون أن يصمت بعد حديث المبارك؟ صحيفة القبس مشاهدينا بدورها أيضا سلطت الضوء على كلام الأمير تركي الفيصل الذي جاء في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمجلس العلاقات العربية الدولية في الكويت. الأمير تركي قال: لو كنت كويتيا لأيدت نظام الصوت الواحد. نبقى في صحيفة القبس ونطالع خبرا آخر يقول: كيف تكتشف المرضى النفسيين في العمل؟ إذا تمت مكافأتك بشكل ملحوظ في عملك فهذا يعني أنك تعاني مرضا نفسيا ما، أو هذا ما قاله المختص النفسي أوليفر جيمس، موضحا أن هؤلاء الأشخاص يملكون قدرة على التنافس من جهة، إضافة إلى اللا إنسانية والوصولية اللذين يتميزون بهما، ما يساعدهم في الترقي إلى أعلى السلم الهرمي. أما الشخصيات المرضية في الوسط المهني فهم غالبا ما يكونون مديري المؤسسات لحبهم في السيطرة. الشخصية الثانية هي التي تقضي معظم أوقاتها في التخطيط للمؤامرات، والنوع الثالث هو الذي يعاني جنون العظمة. ختام فقرة الصحافة مشاهدينا مع صحيفة أخبار الخليج، وتحت عنوان: الحكومة البريطانية تحذر اسكتلندا من الانفصال. ذكر الخبر أن الحكومة البريطانية صعدت حملتها لمنع اسكتلندا من الانسحاب من المملكة المتحدة، ونشرت الحكومة رأيا قانونيا يشير إلى أنها ستفقد عضويتها في المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي إذا اختارت بالفعل الاستقلال، وهو ما يطالب به الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدير الحكومة الاسكتلندية، ويعتزم إجراء استفتاء في هذه القضية الحساسة سياسيا العام المقبل. بهذا أصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام الصحافة.